137 دولة وافقت على اعتماد القرار الذي يدين السلطات السورية جراء انتهاكاتها الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان. القرار يطالب بوقف فوري للعنف وبحماية السكان، ويدعم حلا سياسيا سلميا للأزمة السورية اقترحته الجامعة العربية. أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة دعموا القرار لمضاعفة الضغط على النظام السوري وعلى دول قليلة تتهم بحمايته. نؤكد مرة أخرى باسم المجموعة العربية رفضنا القاطع لاستخدام العنف ضد المدنيين تحت أي مبرر، ونطالب الحكومة السورية بالإنصات إلى مطالب الشعب السوري الشقيق وتلبية هذه المطالب وحقن الدماء فورا. 17 دولة اختارت الحياد واكتفت بالامتناع عن التصويت، بينها لبنان والجزائر، فيما اعترضت 12 دولة بينها روسيا والصين وإيران. مبررات الرفض متعددة، لكن أبرزها أن القرار يتدخل في شؤون دولة ذات سيادة ويفاقم الأزمة بالانتصار لأحد طرفيها. القرار العربي يحاول أن يعزل القيادة السورية بقطع التواصل معها ويفرض صيغة من الخارج للتسوية السياسية. في الحالة السورية أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي السوري ستؤدي فقط إلى تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية وما يترتب على ذلك من انعكاسات على المنطقة. القصف مستمرا على حي ابو عمر اليوم تاريخ 17/2/2012. هذا اليوم الرابع عشر على التوالي القصف. هاي قذائف الهاون والصواريخ التي يعني رجمات الصواريخ تبعد عن هذا المكان اقل من 500 متر. هي متواجده هنا في المدينه الجامعيه، تستهدف بيوت الامنين وبيوت الاطفال. المساجد تستهدف في حي باب عمر. الله اكبر عليك يا بشار. اين انتم يا مسلمين لتروا؟ ستسألون أمام الله ماذا فعلتم للشعب السوري. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. القصف يتوالى بشكل كثيف على حي باب عمر. الله أكبر. دبابات الأسد تقصف حي باب عمر 17/2. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يقصفون يا الأحياء المدنية. الله أكبر. إنهم يقصفون يا عرب يوم الجمعة 17/2 الساعة 7 صباحا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الجمعة 17/2 استهداف المنازل ما زال متواصل في حي باب عمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. القصف ما زال متواصل على حي باب عمر. الجمعة 17/2/2012. حسبنا الله ونعم الوكيل. اضرب يا بشار، اقصف يا بشار، لكننا لا نتراجع. حسبنا الله ونعم الوكيل. ، 17/2/2012 حي باب عمر.